السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا صحابي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل اي حاجة ما تنساش تصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وتعمل لايك واشتراك عشان يوصلك الفيديوهات الجديدة. وحلقة النهاردة عن افضل انميات رياضية تتفرج عليهم لو عايز تتفرج على انميات رياضية وكده يعني. اول انمي معانا هو كروكو نو باسكت، وبتدور قصته على حوالين بطل القصة اللي هو كروكو وجيل المعجزة. لما كان في المدرسة الإعدادية لعب كروكو مع فريق السلة التابع للمدرسة، والفريق ده كان اسمه تيكو، وفازوا في البطولة 3 مرات ورا بعض، فأطلق عليهم جيل المعجزة. ولكن بعد ما تخرجوا من المدرسة الإعدادية قرر أبطال فريق جيل المعجزة إن هم يسيبوا الفريق، وبيروح كل واحد فيهم لمدرسة ثانوية مختلفة عشان يواجهوا بعض بتحدي حماسي جديد. تاني يعني معانا هو سلام دانك. بتدور قصة سلام دانك حوالين الشاب ساكوراغي اللي بيحاول جاهدا ان يحصل على حبيبة بسبب ان هو كان بيتم رفضه من الفتيات بسبب طوله وشكله العصبي. وفي يوم من الايام بتيجي فتاة مجهولة وبتسأله دون اي سابق معرفة ان هو كان بيلعب كرة سلة او كده، ومن شدة اعجابه بالبنت قال لها ان هو كان بيلعب اللعبة ومع انه بيكره السلة جدا. وبعدها ذهب ساكوراغي للانضمام الى نادي السلة في المدرسة، وبعدها اتفاجئ زملائه اللي في النادي بقدراته الغير إنسانية وقوته العجيبة. وتالت انمي معانا هو كابتن ماجد. عيش الطفولة. قصة كابتن ماجد بتدور حول تسوباسا اللي هو الكابتن ماجد، بس هو اسمه تسوباسا فتمام. كان طالب في المرحلة الإعدادية، كان نفسه يفوز بكأس العالم لليابان، ولما كان صغير أصيب بحادثة سيارة، ولكن بسبب وجود كرة القدم معه فهو نجا من الحادثة، وبعد كده أصبحت كرة القدم صديق له، مما جعله ماهرا في عمر صغير. رابع انمي معانا هو هاجيمي نو ايبو. قصة هاجيمي نو ايبو بتدور حول ايبو اللي كان بيتعرض للتنمر والضرب من زملائه في المدرسة، وكان بيحلم دايما ان هو يغير نفسه ويصبح اقوى، ولكنه لم يجد الحافز لذلك. ولما كان في يوم من الايام لما كان بيتعرض للتنمر والضرب انقذه شخص يدعى تاكامورا، وبعد ان هو فقد وعيه بسبب شدة الضرب والاصابات وجد نفسه في صالة تدريب الملاكمة، وتاكامورا حط صور زمايله اللي بيضربوه على كيس الرمل ليشتعل غضبا ويبدأ بضرب الكيس. الانمي جامد، اتفرجوا عليه ونخش على اللي بعده. وخامس انمي معانا هو هايكيو. بتدور قصة الانمي حوالين هيناتا اللي هو بطل القصة اللي كان بيتفرج على اللاعب المشهور العملاق الصغير، والله هو اسمه كده ملناش دعوة، وهو بيلعب كرة طايرة في كأس العالم. وبعدها قرر الفتى الصغير والقصير هيناتا انه ينضم لنادي كرة الطايرة في مدرسته الاعدادية، ووصلوا انهم يوصلوا البطولة، وبعدها خسروا اول مباراة في البطولة. يا حلاوة. فيا ترى هيناتا هيعمل ايه؟ خشوا شوفوا الانمي لانه روعة. واول انمي معانا هو دايموند نو ايس، وبتدور احداث الانمي حوالين البطل سوامورا لما اتخرج من المدرسه الاعداديه وقرر انه يروح مدرسه ثانويه مع صحابه، بس حدث ما لم يكن في الحسبان وجات له منحه دراسيه من اشهر مدارس طوكيو لكره القاعده. وبيتردد بطلنا بسبب انه مش عايز يسيب صحابه، وبعد ما فكر وزار المدرسه اعجب بالمدرسه ووافق على المنحه. فيا ترى ايه اللي هيحصل؟ ده اللي هتعرفوه لما تتفرجوا على الانمي. تاني انمي معانا هو بيبي ستيبس، وبتدور قصة الانمي عن اتشيرو مارو. هو طالب شرف في مدرسة الثانوية وبيجيب كل سنة اعلى درجات، وبيقرر مارو ان هو يمارس رياضة علشان خايف على صحته، فبينضم لنادي كرة التنس في المدينة. وبعد فترة بيقابل بنت في النادي اسمها ناتسو، وهي زميلته في المدرسة وتعتبر من اجمل الفتيات في المدرسة. يا ابن المحظوظة. وهي كانت بتتعب في التمرين عشان تبقى لاعبة محترفة، وطبعا بطلنا الخروف كل ما نشوفها يتعلق بيها اكتر وبيقرر يلعب بشكل جدي. فايه اللي هيحصل؟ ده اللي هتعرفوه برضو لما تتفرجوا على الانمي. والانمي اللي بعد كده معانا هو يوماشاي بدال. والله مش عارف انا بقول اسمه صح ولا غلط، بس تمام. وبتحكي قصة الانمي عن اونودا، وهو اوتاكو زيك كده بالظبط صديق، وكان لسه داخل المدرسة الثانوية جديد، وكان بيروح كل اسبوع لمدينة اكيهابارا. ايه الاسامي دي؟
بدراجته القديمة، واللي رايحة في 60 داهية، رايح جاي بقى متشوق ينضم لنادي الانمي اللي في المدرسة. وطبعا الحلو ما بيكملش، عشان هو وشه جميل بصراحة، النادي اتقفل. فبيبتدي بقى يدور على اعضاء جديدة عشان يعملوا نادي جديد. ولما نشر الاعلان جاله طلب من نادي الدراجات يتسابق معاه عشان ينضم للنادي الجديد. ومن هنا بقى بتبدأ حكاية اونودا مع سباقات الدراجات. فيا ترى بقى يا اونودا هيعمل ايه في السباق، وهيحصل ايه، وهل هيعمل نادي اوتاكو ولا لا؟ كل ده هتعرفوه لما تتفرجوا على الانمي. والانمي اللي بعد كده معانا اهيرو نوسورا. بتدور قصة الانمي عن بطلنا سورا، فتى بيحب كرة السلة وبيحلم انه يكون لاعب محترف. نفس طموح واحد معانا كده في فريق لعيب انمي، بس مش هنتكلم يعني، مش هنفضح، مش هنقول اسامي، ماشي يا مصطفى. ولما بينضم لفريق السلة في المدرسة الثانوية بيلاقي نفسه في فريق رايح في 60 ده يا معلم. ورغم كده سورا بيشتغل على نفسه وبيحمس زمايله في الفريق عشان يتمرنوا اكتر ويحسنوا ادائهم. فيا ترى مصطفى بقى سورا هيعمل ايه؟ ده اللي هتعرفوه لما تتابعوا الانمي. الانمي اللي بعد كده معانا هو بلو لوك. الانمي ده يعتبر من اشهر الانميات الرياضيه الموجوده دلوقتي. بتحكي قصه الانمي عن الاتحاد الياباني لكره القدم، ان هو عين مدرب غامض علشان يحقق لهم حلمهم في تحقيق كاس العالم. والمدرب ده كان مفكر المنتخب ناقصه مهاجم متعطش للاهداف. وبدا المدرب ده اللي طلع اسمه جينيباشي، ايه الاسامي ده يا جدعان، بإنشاء بلو لوك، مكان زي السجن بيعزل فيه 300 مهاجم موهوب من مدارس الثانوي، وبيعمل لهم منافسات ما بينهم وما بين بعضهم. وقال لهم ان اخر واحد هيفضل في بلو لوك هيبقى مهاجم المنتخب الاول، واللي هيخسره مش هيدخلوا المنتخب للابد. يا حلاوه. وطبعا تم اختيار بطلنا إساغي اللي فشل يجيب البطوله الوطنيه لفريقه في المدرسه الثانويه. فيا ترى بقى إساغي هيعمل ايه، وايه اللي هيحصل معاه، وهل يعني الموضوع هينجح ولا هيفشل؟ ده اللي هتشوفوه في الانمي. ولسه الانمي هينزل منه جزء تاني، فاتفرجوا على الجزء الاول واستنوا الجزء التاني. واول انمي معانا هو نو اوجاي ساما. وبتدور قصة الانمي عن رايوما اللي كان من اساطير لعبة التنس، وبينضم لاكاديمية سيشون يا جدعان الاسامي دي الخاصة. وكل ده مش عشان الدراسة طبعا، لان هو شخص مجتهد، وانما عشان فريق التنس اللي كانت شهرة الفريق ده صديقي جامدة بفتيقة. وبعد فترة قصيرة من انضمامه بيحاول يثبت نفسه طبعا، وبيكسب محترفين الفرقة، وده اداله بطاقة عبور للفريق الاول عشان يصنع طريقه الخاص. ونوع الانمي رياضي زي ما انتم عارفين، وتم نشر الانمي ده عام 2001. والانمي اللي بعد كده معانا هو جنت كيلينج. والله انا ما عارف انا بقول الاسامي صح ولا غلط، بس تمام. بتدور قصة الانمي عن كان في فريق شرق طوكيو في الدوري الياباني الممتاز لكرة القدم، وكان الفريق بيمر بفترة زي الزفت عشان هم كانوا قريبين من الهبوط. وكمان اللي زاد التيم بله انهم كانوا خسرانين 5 ماتشات ورا بعض، يا حلاوه. ومعنوياتهم كانت في الارض، والجمهور كان متضايق، وكانوا بيتخلوا عن فريقهم وبيروحوا يشجعوا انديه تانية. وطبعا كله كان بيرمي اللوم على المدرب، ووقتها المدرب كان مستعد يتخلى عن قبضه عشان يثبت لهم ان فريق شرق طوكيو يقدر يكسب كل الانديه دي. فيا ترى ماذا سيفعل هذا المدرب؟ الله اعلم. وتم نشر الانمي عام 2010. والانمي اللي بعد كده معانا اس كي ذا انفينيتي. ايه يا جدعان الاسامي الجميله دي. وبتدور قصه الانمي عن ريكي كان طالب في المدرسه الثانويه، وبيكون متحمس لحاجه واحده بس، وهي التزلج على الالواح. يا فاشل. زي العيال بتاعت السكيت اللي عندنا دول، بس هو كان مختلف. كان بيروح بالليل يتسابق سباقات غير قانونيه في منجم تحت الارض. يا حلاوتك يا باشا. وكانوا بيتنافسوا في مناطق خطيره جدا، ونتيجه لده ان لوح ريكي اتكسر وايده اتكسرت. ولو عايز رجله تتكسر يلا مش مهم، ريكي بيضحي النهارده وما بقاش قادر يتمرن. فيا ترى ريكي هيعمل ايه؟ ده اللي تعرفوه لما تتفرجوا على الانمي. وتم نشر الانمي ده عام 2010. والانمي اللي بعد كده معانا هو دايف. الله بقى، هي دي الاسامي السهله. وقصه الانمي بتدور عن نادي اسمه ميزوكي. نرجع للاسامي الصعبه تاني. للغوص. والنادي ده كان قرب انه يقفل بسبب انه غرقان في الديون والفلوس الكتير اللي عليهم.
والمدرب الجديد اقنع صحاب النادي انهم يسيبوا النادي مفتوح بشرط ان هو هيمرن لعيبه ويطلع لاعب فيهم اولمبيات الجايه. يا على الاحلام يا جدعان. فترى المدرب ده هيعمل ايه؟ ده اللي هنعرفه لما نشوف الانمي. والانمي ده تم نشره عام 2017. والانمي اللي بعد كده معانا هو ريماين، وبتدور قصة الانمي عن كيوميز مينايتز. يا جدعان الاسامي دي، يا جدعان الاسامي دي، يا جدعان الاسامي دي ايه؟ الفتى اللي مبقاش يلعب كرة ماء في سنة تالتة اعدادي بسبب الاصابة، ولما دخل المدرسة الثانوية قرر انه يرجع يلعب كرة ماء مرة تانية، بس بقى مع فريق جديد. ولكن الحلو ما بيكملش وهيواجه شوية مشاكل طول الطريق. فيا ترى بطلنا هيعمل ايه؟ ده اللي هتعرفوه لما تتفرجوا على الانمي. والانمي ده تم نشره عام 2021. وبس كده تكون خلصت حلقة النهاردة. ما تنساش بقى اللايك والاشتراك وفعل زر الجرس عشان توصلك الفيديوهات الجديدة. وسلام.